عايز اتكلم عن حاجة بسرعة وهي عقوبات مباريات السوبر المصري. محمد ابراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا كان اعترض في مباراة النادي الاهلي بسبب الهدف اللي جه في الدقيقة الرابعة، وكان الحكم مدي 6 دقايق وقت ضاع. طبعا الاعتراض كان غير مقبول تماما وشكل غير لائق لاسم وسمعة الكرة المصرية. طيب العقوبة كانت ايه؟ العقوبة كانت ايقاف 4 مباريات وغرامة 20,000 جنيه للاعب. العقوبة الثانية كانت لريكاردو المدير الفني لمودرن فيوتشر، برضو بسبب ان هو يعني ايه كسر زي ما تقول كده البروتوكول في المؤتمر الصحفي، وكلم ايه كان جوزيه مورينيو بيكلمه وبرن عليه في التليفون، فكان لازم أن يرد عليه وكده وعطل المؤتمر الصحفي. حاجات غريبة جدا في الكرة المصرية. عايز اتكلم يعني ايه غرامة 25,000 جنيه، وايه غرامة 20,000 جنيه، وايه غرامة 4 مباريات. للأسف لازم ان يكون هناك تعديل للائحة العقوبات في الاتحاد المصري لكرة القدم. كل العقوبات اللي بتصدر من الاتحاد المصري هي عقوبات ضعيفة من وجهة نظري، عقوبات ضعيفة يعني هتتكرر مرة واثنين وثلاثة. شفنا أيضا كل الأجهزة الفنية كانت بتعترض على القرارات التحكيمية. ده طبعا بيشكل ضغط كبير جدا على حكم المباراة. لو حكم المباراة حكم شخصيته ضعيفة شوية، أو حكم مش مؤهل بنسبة 100%، طبعا ممكن يتأثر بالاعتراضات الشديدة جدا والكبيرة جدا عليه، لأنها طبعا هتمثل ضغط عصبي ونفسي عليه، قد تؤثر عليه في قراراته التحكيمية. يبقى اتمنى طبعا من الاتحاد الكرة المصري ان هو يكون العقوبات مغلظة، يبقى نعمل لائحة محترمة بعقوبات محترمة. طبعا هنتكلم عن احداث قبل كده كان موجود حسين الشحات وصفعة للشيبي لاعب بيراميدز والكلام ده كله، كلها فعلا كانت لائحة ضعيفة. كان لازم ان كان هناك يبقى عقوبة شديدة على اللاعب برضه في التوقيت ده، لكن بسبب اللوائح وبسبب العقوبات اللي هي اصلا ضعيفة للأسف هتتكرر دايما هذه الأحداث. شفنا المرة دي في البطولة المجمعة، وشفنا في الإمارات، شفنا طبعا شكل مش حلو، كثرة الاعتراضات على حكام المباريات.